حاسس إنه في شي بينك وبين هيدا الشخص ما خلص؟ يمكن ابتعد، سكت، أو قال بده وقت، بس الطاقة عم تصرخ وتقول هو رح يرجع وحيطالب فيك من جديد. ركز طاقتك بالأوراق، فكر بشخص كتير منيح، قول اسمه 3 مرات أو مرتين على الشاشة. شايفة توقف مؤقت قبل التقدم. العلاقة بينك وبين هيدا الشخص عم بتمر باختبار كبير، اختبار للحدود وللقدرة على التحمل. كتير منكم حاسين بالتعب، أو الطرف التاني عنده خوف من الضعف أو من أنه يفتح قلبه. يمكن قالك أنه بده مساحة أو وقت يفكر، أو ببساطة وقف التواصل مشان يرتب وضعه أو يشفى من شي قديم. هو عم بيحاول يصحح علاقته بعيلته أو حتى بنفسه قبل ما يرجع لعندك. هذا الوقت ضروري حتى أنه تتوازن الأمور بينك وبينه. بداية كان مصر عليك، مهتم، بس فجأة وقف كل جهوده. بس بالرغم من هيدا التوقف لا هو قادر ينساك ولا أنت قادر تتخلى. الاثنين لسه متمسكين حتى لو كنتوا ساكتين. طبعا عم شوف الطاقات البارزة هون: برج الحمل والأسد والقوس والسرطان والعقرب، برج الحوت كمان، شمس وقمر وطالع. انت شخص عطيت أكتر من يلي أخدت، وجربت تحمي قلبك بعد وجع كبير. يمكن عم تتساءل هل هاي العلاقة بتستاهل النضال؟ الإجابة إيه، لأنه رغم كل الحواجز الحب هون موجود، وهذا حب حقيقي. بعد فترة الانفصال شايفة اتحاد جديد، طاقة حب صافية وبداية عصر جديد بينك وبينه. هذا الشخص كمان موجوع وعايش فترة صعبة. العلاقة بينك وبينه دائما فيها تغيرات، ما بتنعرفش الخطوة الجاية، بس كل ما حاول يبتعد بحس حاله منجذب لإلك أكتر. وفي كمان قصة نميمة أو كلام ناس مأخر الأمور. واحدة من الطاقات هون عندها عيون أو شعر فاتح، وشخصية قوية أو أنانية شوي. والألوان المرتبطة بهي العلاقة هي الأصفر والأحمر. بس المفاجأة قريبة كتير، في تواصل غير متوقع أو تغيير مفاجئ بتصرف هيدا الشخص، وهالشي رح يصير خلال الأيام الجاية أو حتى قبل نهاية العام. إذا حسيت إنه هي الرسالة إلك اكتب لي بالتعليقات سيعود ثانية، وخلي طاقتك تأكد النية، ولا تنسى تعمل لايك وتشارك الفيديو مع حدا بتحبه. وإذا بدك قراءة خاصة ومفصلة لحالتك الروابط للحجز موجودة بصندوق الوصف. شوفك بالقراءة الجاي وطاقتك مليانة حب ونور.